ما نقولوش لا، ولكن حنا درك في وقت التريسيتي والماء انا نقول لك الاعداء متربصين بامن الوطن وانت تقول لي التريسيتي والماء. هل واحد ثاني ما يعني انا ما نلومش على كل حال، ولكن الواحد شويه انا بدوي. بيتنا قالوا لنا اللي بلد برك على كبارها، وانتم كبار هذه البلديه. وانا المفروض راني يعني كي جيت من الجزائر قلت نسلم على نسابي واهلي ونتكلم معاه. المفروض من اللي تكلموا الزوج الشيوخ الاولين، واحد منهم جلس معايا وقال لي روح ما تجيش ترجع البلديه وهذه الجهه راهي ليك لحركه البناء الوطني. ورغم ذلك احنا رانا فرحانين كي خونا مرشحنا سي عبد المجيد تبون اجمعنا اليوم كل جمعنا احنا والاحزاب نتاعنا كل والنواب نتاعنا كامل والمنتخبين نتاعنا كاملين والمجتمع المدني تاعنا كامل. هاو راجل يجمع الشمل، هاو راجل وحد الجزائريين، هاو راجل اكبر قوى وطنيه اجتمعت حول هذا الرجل وسلمته الامر وقالوا له احنا مرشحين. ومش كثر من ذلك قالوا لي يا ودي يا سيد الرئيس ماذا بك ما تروح تنزل للولايات مول، انت راك خدمت على روحك في الخمس سنين، وخلينا احنا نروحوا نسمعوا الانشغالات نتاع المواطنين والمشاكل نتاع المواطنين والنقائص نتاع المواطنين، احنا اللي نبلغوها لك المدير الحمله نتاعك سي ابراهيم مراد ولا نبلغوها للوزراء. قالوا لي على روحك انت حملتك درتها علاه تعاود تروح واش راح دير. السلام عليكم أصدقائي الكرام ومرحبا بكم في هذا الخبر المهم. كما تعلمون خلال الأيام القليلة الماضية قامت المديرية العامة للأمن الوطني بشن حملة أمنية واسعة النطاق في مدينة مراكش، وكما تعلمون تم اعتقال أزيد من 1000 شخص من بينهم هذوك اللي كيجيو من برا وتحديدا من فرنسا ويقومون بفوضى وأعمال غير قانونية في مدينة مراكش، خصوصا تهديد السلامة العامة عن طريق السياقة بطريقة مجنونة أو دهس عدد من المرة والعديد من الأعمال. والتفاصيل اللي كتهمنا هنا متابعينا الكرام هو أنه تم ترحيل 462 فرنسي من أصول عربية كانوا في مدينة مراكش. قامت السلطات المغربية باعتقالهم وترحيلهم إلى فرنسا، ومن بينهم العشرات من الجزائريين كذلك تم اعتقالهم وترحيلهم إلى فرنسا، هم فرنسيين من أصل جزائري. وإن نشدد على يد المديرية العامة للأمن الوطني وعلى يد السيد عبد اللطيف الحموشي اللي هو المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على أن يضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه على أن يهدد الأمن والاستقرار ديال المملكة المغربية مهما كانت جنسيته. وإن نؤكد على أن هاد مساخط الوالدين ديال الجزائريين لا ثقة فيهم ولا يؤتمنون ولا نريدهم في المغرب. غلق الحدود ما بين الجزائر والمغرب 30 سنة يا الله في مثل إغلاق تام غلق الحدود البرية. والحقيقة أن الواقعة جاءت بعد أن حدثت عملية إرهابية في مدينة مراكش قتل فيها سائحين إسبانيين وجرح ثالث، واتهم النظام المغربي يومها الملك الحسن الثاني أن ألقوا القبض على جزائريين يحملون الجنسية الفرنسية، وقالوا أنهم الذين قاموا بالعملية، وهذا هو المرجح. لكن الحسن الثاني ارتكب خطأ كان الجنرالات ينتظرونه، وهو أنه قام بفرض التأشيرة على الجزائريين سواء كانوا يحملون جوازا جزائريا أو يحملون جوازا أجنبيا، المهم أنه من أصل جزائري. طبعا هذا كان غريبا لأن هذه أول مرة تفرض التأشيرة بهذه الطريقة حتى من يحمل جنسية أخرى يعني. فأنا طبعا في تلك الفترة كنت دبلوماسي جزائري في طرابلس، كنت نائب للسفير. فباختصار وجدت الحارس عند الباب قال لي السفير من الصباح وينتظرك، كان الساعة 9، قال لي رجع الساعة 7 صباحا وكان ينتظر فيك ويريدك أن. فدخلت على السفير في المكتب وهو كان رجلا فاضلا رحمه الله يسمى محمد السعيدي، فوجدته مبتهجا، فظننت أن هناك شيء لأنه هو كان ينتظر عنده البيت وإعادة البيت، كانت عنده مشاكل مع لم يرسلوا له مالا لتصليح البيت إلى آخره.
قال لي الحسن الثاني ارتكب خطيئة عمره. قلت له ماذا حدث؟ قال لي سمعت وش؟ قلت له نعم سمعت أنه كان في عمل إرهابي في مراكش إلى آخره. قال لي جماعتنا بعد ساعات ستسمع سيغلقون الحدود. هذا مش كانوا ينتظرون أنه يرتكب حاجة مثل هذه. طبعا هم فرضوا التأشيرة على المغاربة أيضا وغلقوا الحدود. محمد السعيدي هذا لم يكن أي شخص، كان هو رئيس ديوان. طيب سؤال بس لو سمحت لي، إنه من باب المعاملة بالمثل فرضوا تأشيرة، إغلاق الحدود ما علاقة؟ إغلاق الحدود يفسره فيما بعد، فسره الشخص اللي هو اليوم وزير الخارجية أحمد عطاف، فسره قبل حوالي 10 سنوات مع إحدى القنوات. قال لهم أنا الذي كتبت، كان يومها هو رقم 2 في وزارة الخارجية، كان كاتب الدولة الشؤون المغاربية. قال لهم أنا الذي كتبت التقرير الذي بمقتضاه أغلقت الحدود. قال كنا نتهم النظام المغربي بأنه يسمح بدخول وخروج بعض العناصر المسلحة ودخول وخروج سلاح، لكن لم يكن لدينا أدلة حقيقية. وفي نفس الوقت يعني كان في الحديث يومها على بناء المغرب الكبير، المغرب العربي كما كان يسمى رسميا. وكان بالنسبة للنظام في الجزائر صعب أنهم يبدأوا هم الخطوة بحيث يغلقون الحدود، فيقال بأنهم قاموا بتدمير مشروع المغرب الكبير. فقال لما وقعت هذه قلنا هذه الفرصة لكي نغلق الحدود. طبعا كانت الخلاف على قضية الصحراء قائما. كان الخلاف على قضية الصحراء الذين كما تعرفون تفجر في 75، لكن عندما جاء الشاب الجديد أخذ من هذا فهو هذا يعتبر يعني نعم، لكن التداعيات لكن اللي أضاف للموضوع هو أنهم كانوا يعتقدون أن النظام المغربي يسهل دخول العناصر المسلحة وخروجها، وهذا ليس صحيح. حدثت بعض الدخول والخروج أكيد، لأن أكثر من 1600 كيلومتر ما بين الجزائر والمغرب حدود يعني بالتأكيد. والأوضاع في الجزائر يومها كانت مضطربة جدا. العمل المسلح سواء الصحيح منه أو المخترق أو المصنوع أو المفبرك إلى آخره. لكن كان قضية غلق الحدود يريدون لها تبريرا. الآن السؤال اللي طرح طبعا، هل بالفعل هؤلاء الجزائريين كانوا على علاقة بالمخابرات؟ لأن هذا هو الاتهام اللي وجهه الحسن الثاني، من أن هؤلاء تحركوا بدعوى المخابرات الجزائرية أم لم يكونوا. طبعا هنا تختلف الآراء. هناك حتى هناك كان في جزائري منشق قال بالفعل نحن شاركنا في العملية، لكن طبعا ليس هناك أدلة مطلقة في الموضوع. لكن الأكيد أنهم كانوا يريدون غلق الحدود، وجاءت هذه الفرصة. الآن ماذا خسرت الجزائر وماذا خسر المغرب وشعوب المنطقة المغاربية حتى الليبيين والتوانسة والموريتانيين من هذا الغلق، والمنطقة ككل؟ خسارة رهيبة جدا. وهذول الناس اللي على الحدود ما هم شعب واحد، نفس واحد. العشائر، نفس القبائل، أكثر من 1,000,000 شخص ما بين الحدود. في الحقيقة هم متقاربين جدا. طيب على مستوى الشعبي كيف في هالانقسام اللي نشاهده في الأداء السياسي؟ إذا كنت تسكن على الحدود وأخوالك أنت في الحدود الجزائرية وأخوالك في الحدود المغربية، فعليك أن تذهب إلى الجزائر العاصمة، ومن الجزائر العاصمة يعني تبعد 700 كيلومتر، ومن الجزائر العاصمة تذهب إلى الدار البيضاء، ومن الدار البيضاء أو الدار البيضاء، ومن الدار البيضاء تذهب إلى وجدة اللي هي على الحدود. بينما أنت بينك وبينهم 30 كيلو، وتتحدث لا مش 30 كيلو، 30 متر، وتتحدث إليهم من خلال سياج مثل رفح المصرية ورفح الفلسطينية. الأكثر من ذلك، هذا كان قبل 2021. منذ 2021 قطعت العلاقات الدبلوماسية في مثل هذه الأيام في شهر 8، ومنعت الأجواء من جانب الجزائر، جانب النظام في الجزائر، ومنعت الطائرات المغربية أن تمر إلى الأجواء الجزائرية. والآن إذا كنت تسكن في مغنية مثلا أو على الحدود، فلا تستطيع أن تذهب إلى المغرب إلا إذا ذهبت إلى تونس وليس إلى الجزائر العاصمة، أو إلى باريس أو إلى مدريد، ثم تذهب إلى المغرب شيء فظيع. الجزائريين والمغاربة هم تقريبا شعب واحد، يعني تستطيع أن تقول مثل الأردنيين والفلسطينيين،
شعب واحد، مكونات تقريبا نفسها، خاصة المنطقة الغربية الجزائرية والمنطقة الشرقية المغربية. طبعا الحدود كما تعرفون هي حدود في نهاية المطاف رسمها الاستعمار، وأدى هذا إلى كوارث في اتجاهات متعددة. اليوم ما هي الخسارات؟ التدخل الخارجي، لجوء النظامين، كلا النظامين يلجأ إلى القوة الخارجية، شراء الأسلحة بالهبل، ملايير الدولارات تصرف سنويا على الأسلحة في والمغرب يطبع مع الكيان الصهيوني ويبرر ذلك بالخوف من من جنات الجزائر. جنات الجزائر يأخذون موضوع التطبيع ويخوفون به الجزائريين من أن الصهاينة على الأبواب وعلى الحدود، وهذا جزئيا صحيح، وكوارث أخرى. طيب سؤال أستاذ محمد معنا، يعني ما المبرر الأساسي لهذا دعني أقول مش الانقسام، هو أكثر من انقسام، هو يعني عمليا إلغاء كليا. والخلاف على الصحراء، لا، أنه هل يكفي الخلاف على الصحراء؟ أنا عارف أنه هي قضية سياسية أساسية، لكن هل كان كافيا لدفع كل هذه الأثمان؟ يعني ما الفائدة الأساسية للجزائر من مثل هذا القرار؟ الفائدة هو أن لديك عقول متحجرة، وهذه العقول المتحجرة ترتكب كوارث في حق الأوطان وفي حق البلدان في حق الشعوب. هي ما في فائدة، هذه أنظمة لا تمثل شعوبها، لا تمثل. الفائدة الوحيدة هو أن تستخدم صراعات شخصية. أن في المغرب يقال الجزائر خطر علينا، أو النظام الجزائري خطر علينا، وفي الجزائر يقال النظام المغربي خطر علينا. الفائدة هي تستخدم في هذه الاتجاهات. المستفيد الأول والأكبر هم تجار السلاح، هم شركات السلاح، هم سماسرة السلاح، هم بعض الجنرالات هنا وهناك. في الجزائر يعرف أو يقدر من أن ما يسرق من موازنات السلاح في حدود 10%. الجزائر اشترت في 20 سنة الأخيرة هذه حسب معهد ستوكهولم 147 مليار دولار من الأسلحة، لبلد لديك فيه ملايين لا يعملون، ملايين ليس لهم عمل، ليس لهم سكن، ملايين يعيشون حالة فقر. وهذا الأوضاع مشابهة في المغرب بالمناسبة. ميزانية الجزائر هي ربع لوزارة الدفاع، الجزائريين يقول لك وزارة الجنرالات، ربع ميزانية البلاد 24 مليار دولار في 2023 و 2024. المغرب رفع ميزانية الدفاع إلى 12 مليار دولار. استنزاف، عملية استنزاف هائلة. ضيف إلى ذلك أن كلا النظامين يتجه إلى دول أخرى. النظام المغربي يتجه إلى، والآن في اعترافات متوالية، كان آخر اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، سبقتها ألمانيا، سبقتها إسبانيا، سبقتهم أمريكا. وقضية بالنسبة إليهم يقول لك نحن هذه قضية وجودية لنا، وبالتالي كل شيء مبني على قضية الصحراء. العكس في الجزائر، الدول التي تعترف بمغربية الصحراء أو لا تعترف بالبوليزاريو تعتبر ليست صديقة وأحيانا عدوة. خصومات وصراعات شديدة وصلت الأسبوع الماضي ولعلكم تابعتوها إلى اشتباك بالأيدي وصراع، وكانه صراع بالاتحاد الأفريقي. تقصد اجتماع نعم، اجتماع في اليابان لما هجم على السفير ممثل. نعم، اجتماع في اليابان. الممثل المغربي يتجه وبشدة لأخذ لافتة وضعها الممثل الصحراء أو الممثل الصحراوي، كتب عليها دولة الصحراء الغربية إلى الجمهورية العربية الصحراوية إلى آخره. يذهب الممثل المغربي لنزعها بقوة، يتجه له الجزائري الدبلوماسي الجزائري ويسقطه أرضا في اجتماع عالمي، ويتدخل الأمن. وظهر طبعا هذه الصور في كثير من قنوات العالم. يعني شوف أين نتجه. والحقيقة وفي الصورة المضحك أنه أنت ما تفرق مين المغربي مين الجزائري، لا تفرق، ما تعرف منه. وإذا سمعتهم يتحدثون، خاصة إذا كانت تحدثوا بالفصحى، لا تفرق بين الجزائري والمغربي، لا تعرف من هو المغربي من هو الجزائري. إذا سمعتهم باللغة الفرنسية أو الفصحى لا تفرق، لأن تقريبا نفس اللهجة. بس تعرف أنت القضية اللي أنا لحد الآن مش فاهمها، إنه لماذا الجزائر لا تريد للمغرب أن تكون الصحراء تابعة له؟ إيش دخل الجزائر؟ شوف، هو لا هي مناكفة سياسية، هي مناكفة، لكن ما تكفي مناكفة سياسية، لابد أنه في مصالح معينة. في مصالح. في بعض المرات قدموها على أساس أن كانت وقعت حرب سبتمبر، ما يسمى بحرب الصحراء، في سبتمبر 63. في مصالح اقتصادية.
إضافة للمصالح الاقتصادية، لا هما كاين تبرير قدم آنذاك، وهو أنه النظام المغربي يطالب بأجزاء من الجزائر اللي تعرف أو أحيانا يطلقون عليها الصحراء الشرقية، تندوف وبشار. وأجزاء أخرى. ووقعت حرب سميت بحرب الصحراء في سبتمبر 63. خلاف على الحدود، والحقيقة الخلافات على الحدود هذه ليست شيء جديد في كل العالم العربي، في كل العالم العربي، بل في كل العالم، في كل العالم، في أمريكا الشمالية، صحيح. في أمريكا الجنوبية مثلا، في إفريقيا، في مشاكل حدودية. لكن حلت هذه القضايا واعترف المغرب بحدود الجزائر، وكانت هناك اتفاقيات في نهاية الستينات وبداية السبعينات بين الحسن الثاني وهواري بومدين، وهما اللي كانوا جزء رئيسي في حرب 63 وحلت. لكن جاءت قضية الصحراء فيما بعد وقع عليها خلاف شديد، وهذا الخلاف تطور إلى قطع العلاقات في 75 وإلى تبادل الطرد. وإن كان الحقيقة المغاربة اللي طردوا من الجزائر كان عددهم أكبر، لكن طرد أيضا بعض الجزائريين أو هل يعني يطمح النظام في الجزائر أن يكون له موطئ قدم على المحيط الأطلسي؟ هو هذا من بين التبريرات النفعية أحيانا، لكن أنا في اعتقادي هذا ليس صحيح، يعني أو على الأقل ليس هو الإشكال الصحيح. الإشكال الرئيسي هو أن فيما بعد تفطنوا. يعني شادي بن جديد رحمه الله لما جاء تولى في 79 كان شغله الشاغل حل هذه القضية، وبالفعل وصل في 88 إلى أنه التقى بالحسن الثاني وقالوا نضع قضية الصحراء جانبا ونبني الاتحاد المغاربي. عندما نبني الاتحاد المغاربي ونتوسع في علاقاتنا أكيد سنصل إلى حل القضية الصحراوية، قضية الصحراء الغربية. لكن الانقلاب اللي وقع في 92 أطاح بهذا المشروع. وعندما جاء أبو ضياف في 92، وأبو ضياف كان لاجئا في المغرب لمدة 26 سنة، وهو أحد صناع ثورة 54، كان بالنسبة إليه حل هذه القضية من أولوية الأولويات. لهذا قتلوه؟ وهذا كان أحد الأسباب القتل. واو. هذا كان أحد أسباب القتل، إلى درجة أنه عندما ذهب في ماي لحضور زفاف ابنه في المغرب، لأنه هو أسرته كانت في المغرب، أخرج خالد نزار طبعا باسم مستعار، لكن كان هو وزير الدفاع، أخرج في إحدى الصحف كلام يهاجم المغرب بشدة ليحرجه. فأبو ضياف قال لهم، وكتبوا أن الحلقة قتلوه على الهواء مباشرة. يعني شيء فيه. نعم. وكانوا كتبوا الحلقة الأولى والحلقة الثانية ستأتي غدا. قال لهم إذا نشرت الحلقة الثانية فلن أعود. طبعا هذا الكلام كان في ماي 92. هذا الكلام كان خطير جدا بالنسبة إليهم، أن هذا الرجل لا يمكن ضمانه. وبالتالي بعدها بشهر قتل على المباشر على أساس أن حارسه كانت يعني رسالة واضحة. كان يلقي كلمة طبعا في مدينة عنابة. المشكل الأكبر هنا هو أن هذه القضية استنزفتنا كجزائريين وكمغاربة، وقضت على مشروع الاتحاد المغاربي تماماً. وكان واعد وينظر له بالمشرق العربي، لأن الخوف على من الحرب قد تكون يعني تجربة ناجحة بعد فشل تجربة مصر وسوريا. لأنه بتعرف المشرق العربي يعني حتى الآن ما بتقدر تفرق بين الأردني والفلسطيني واللبناني المغاربي استمر عدة سنوات وكان قائم بدور يعني لا هو أنا ما أقصده أنه أي تقارب بالفعل يعني على الصعيد القاعدة الشعبية، ولذلك سألتك يعني على مستوى القواعد الشعبية لا تجد فرق. يعني حتى فيما يعرف بالأكلات الشعبية لا تجد فرق عمليا، لكن دائما في عملية إبعاد الشعوب عن أي تلاقي. أصبحت الأكلات الشعبية ما ذكرتنا، أصبحت الأكلات حرب الشعبية الآن فيها اللباس تقليدي، البلاط على الأرض هو كله مشترك. صحيح. أصبح كل واحد كل بلد يزعم أنه له ويتخاصم. والغناء والرقص ذكرتني كما تفعل إسرائيل الآن مع التراث الفلسطيني مثلاً. عالميا. لكن كل واحد يزعم أنه هو الآخر، وخصومات على الساحة الدولية. تخيل أنهم يتخاصمون على لباس مثلا لباس العرس للمرأة. يا أخي أنا اختلفوا. أنا في حضرتي لما زرت الجزائر السنة الماضية لأول مرة صار خلاف أنه الطاجين أساسا جزائري ولا مغربي مثلا. ليش اختلاف الإسرائيلي على الحمص؟
اللي هي أكلة. لكن الحمص طبعا والفلافل. الإسرائيلي أغلبيتهم جاي. لا أنا ما أقصده أستاذ محمد أنه وصلنا إلى مستوى كيف يتعامل العدو مع بالضبط. الإسرائيلي عدو، يعني. الإسرائيلي عدو وسارق للأرض وسارق للثقافة. لكن شوف أنا حقيقة في زيارتي هذه يعني الشهادة لله أنه أكاد أجزم أني لم أسأل أحدا. يعني كنت مثلا أركب تاكسي، كنت مثلا بياع في محل، أو شخص لقيناه في الجامع الكبير مثلا في الجزائر، فلما نسألهم كيف أموركم، كيف أنتم، كيف كذا، فأنا كنت أتعمد دائما أني أسأل الناس كيف أنتم والمغرب. الجميع الحقيقة دون استثناء كانوا يقول والله إخواننا، ما كانوا يقولون غير ذلك. ما وجدت واحد يعني يقول لي ولكن، إطلاقا الكل كان يقول والله يا إخواننا. فهذه الحقيقة يعني مرة ثانية قضية انعكاس الصبيانية، الاماتشورتي، عدم النضوج الصبيانية، نعم. السياسية، والنزعة الأنانية لدى الأنظمة، وانعكاسها على الشارع، وانعكاسها على وبالمناسبة دكتور أنس، هي آنية في وقتها، ظرفية في وقتها، لكنها شديدة التأثير تاريخيا في المستقبل. يعني تصنع أجيال يعني تدمر طبعا المشاعر في كذا طبعا. لا طبعا، وفقدان الاتصال طبعاً. فقدان التبادل الثقافي، التبادل العلمي، تبادل الطلبة. لا وبعدين انت لما التعبئة كمان، التعبئة شديدة من الكراهية. تخلق تغريبة ثقافية، تخلق تغريبة ثقافية. شوف الآن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت في جزء كبير منها في المغرب والجزائر إلى الشيطنة للطرف الآخر، مع أن أغلبية الجزائريين كما أغلبية المغاربة يقول لك نحن شعب واحد، ولا على الأقل نحن أخوة، نحن خاوة، يعني عبارة خاوة هذه مشهورة. وهذا هو الشعور. لكن الحقيقة أن هناك سياسات أنا لا أستبعد على فكرة أنه يكون في دور أوروبي. الأوروبيون ليس لهم مصلحة في أن تتشكل كتلة سياسية اقتصادية كبيرة في الضفة الشرقية. صار جنوب المتوسط وهي مؤهلة بشكل كبير جدا، وهذا الائتلاف. تخيل أنت كم يعني ستقع أوروبا في حرج، فرنسا وإسبانيا. ما أستغربه أنا أنه حتى فيما يتعلق بمد أنابيب النفط، طبعا الجزائر بلد غني جدا، وهو واعد بالنسبة لأوروبا، يعني هو كبديل طرح كبديل عن روسيا مستقبلا، وهو واعد جدا بالنسبة للقارة الإفريقية. يعني الربح مشترك مغاربي جزائري مضاعف. بسبب الخلافات بينهما أصبح هناك تنافس يعني على خطين خط يمر على يجهد المشروعين في آن بالضبط. لا، والخط الأكبر من ذلك قطع كاين رابط غاز ما بين الجزائر وإسبانيا. كاين اثنين، واحد يمر عبر البحر وواحد يمر عبر المغرب. قطع اللي عبر المغرب، قطع من جانب الجزائر. يعني شيء بمعنى حقيقة أصبح الغاز الجزائري يذهب إلى إسبانيا ويرسل عبر ذلك الرابط القديم إلى المغرب، يباع إلى المغرب. سلع مغربية تدخل الجزائر نشتريها من فرنسا أو من إسبانيا، وبالتالي بأسعار مضاعفة. مثل هذه السياسة الصبيانية، ذكرتم الصبيانية، مفارقات لا تجدها في دول حكوماتها منتخبة، فيها برلمانات لها قيمة، والشعوب في نهاية المطاف يطلب الحكام ودها. لا يحدث هذا، لأنه بالآخر المطاف هو بده يفكر في مصلحة الناس. يعني هذا الحاكم الجزائري ألا تهمه مصلحة الناس اللي على الحدود؟ وملك المغرب ألا تهمه مصلحة المغاربة اللي على الحدود؟ يا دكتور، هم شعب واحد وإخوة ونسائب وأخوال وأعمام. يا دكتور عزام، لو قلبت في أوروبا هنا، وأنتم تعرفون هذا جيدا، فإنك تجد تحت كل حجر دماء بين الأوروبيين، بين الإنجليز والفرنسيين والألمان والإنجليز وحدتهم المصلحة المشتركة والإسبان يعني أوروبا هي عبارة عن وديان من الدماء عبر قرون تقاتل فيها الأوروبيون. الإشكال أن ما بين الجزائريين والمغاربة مؤاخاة. يعني الإخوة في المغرب دعموا الثورة الجزائرية دعما كبيرا، الإخوة في تونس، الإخوة في ليبيا دعم الثورة الجزائرية دعم كبير. مئات الآلاف اللي هم مغاربة اليوم هم أصولهم جزائرية، مئات الآلاف اللي هم مغاربة هم أصولهم اللي هم جزائريين هم أصولهم مغربية.
أكثر من ذلك، أنت ذكرت الأوروبيين، ربما الحقيقة أن الدور الأقذر في الخصومة هو إماراتي إسرائيلي. هو إماراتي إسرائيلي، وهناك ذباب إماراتي، وأنا من المتابعة الشديدة لهذا الموضوع بالذات نعرف الآن تصنيفات ذباب إماراتي وإسرائيلي، والإسرائيليون يحرضون على الخصومة. طبعا جاء غانتس، كان يومها وزير الدفاع، هذا الذي كان في مجلس الحرب قبل 3 سنوات عندما وقع التطبيع، من الحدود المغربية وقريب من الحدود الجزائرية، وقال وتوجه بكلام سيء للنظام في الجزائر. قبل ذلك قائد الجيش اليوم للسكرتير الخاص للقايد صالح يتهمه بأنه كان يشرف على تهريب المخدرات من المغرب، الحشيش. قائد الجيش اليوم في 2016 هاجم المغرب وقال العدو المغربي، وهذا لم يكن مسبوقا. وبالتالي ما دام موجود هذا قائد الجيش لا يعتقد أن يكون هناك أي حل. الخوف أن نتجه إلى حرب، المشكل دخول إسلاميين في هذا الخط. هذه مصيبة، ومن الجانبين هذه مصيبة، هذه والتيار الإخواني بالذات. اي طبعا، لانه التيار الإخواني يعني بالذات. ذكرنا يعني حركة هذه البناء لعبد القادر بن قرينة، لكن ايضا قبل ذلك تذكر الاشكالية مع الشيخ احمد الريسوني. نعم مثلا يعني اللي هو كان الامين العام لاتحاد علماء المسلمين مثلا. وانا ذكرت هو بالذات. بالمناسبه الاخوان في المغرب نقدروا في اكثر من راي في الاخوان في المغرب. صحيح طبعا، لكن هذا الموقف إن كان المغاربه ما فيش فيهم، ما عندهمش تنظيم اخوان، يعني رسميا هم ليسوا اخوانا لكن ينسبون نفس المدرسه يعني طبعا هناك بالمناسبة يعني تبعات اخرى ومآلات. احنا من تقريبا 3 سنوات و4 سنوات كنا في الوحدة الأوروبية، فذكر أحدهم، ذكر هذا الخلاف اللي بين الجزائر، أنا ما كنت أعرفه بالدرجة اللي أعرفها الآن، لكن أتذكر أنه واحد من النواب الإسبان في الوحدة الأوروبية ذكر لنا، قال الآن إحنا عندنا إشكالية بين المغاربة والجزائريين اللي موجودين مثلا في إسبانيا. أنت تخيل أنت لما توصل المسألة إلى هذه، وهذه الأنظمة شاطرة أنها تستغل هذه القضية، ويتم توسيع هذا الأمر. والإشكال كما قلنا أنه بدل ما يدخلوا بعض، خاصة الناس اللي يقرأوا الآية إنما المؤمنون إخوة، بدل ما يدخلوا على مصالحة وتوحيد بالضبط، أحيانا هم وتبريد الأجواء. نعم، أحيانا هم يعمقون هذه القضية. أنا أكثر ما يؤلمني هو هذه الخصومة الجزائرية المغربية، لأني أعرف مخاطرها. الآن علينا مخاطر حقيقية كجزائريين وكمغاربة، مخاطر تأتي من إفريقيا. هل هناك خطر أكثر من أنه المغرب؟ أنا ما أدري، لكن أعتقد في القراءة السياسية الارتجالية أو السريعة وكأنه ردة فعل على الجزائر، لأنه واضح جدا التحالفات اللي تجريها دوليا الجزائر والمغرب. العلاقة مع إسرائيل أن يصل إلى مستوى أنه وأصبح معلوم، أعتقد يعني هناك شراكة في الصناعة العسكرية بين إسرائيل وبين طبعا المغرب. هذا التطبيع عمق الخصومة. أنا أقصد أنه إسرائيل في مجالات كثيرة، ومع أنه يعني من المفارقة أنه المغرب وصية على المقدسات في القدس إلى جانب الأردن، وهي عمليا أكبر شريك عربي عسكري لإسرائيل. شيء من المفارقة يعني. وهذا اللي يؤلم، وهذا اللي يستخدم أيضا في الجزائر. أستاذ محمد، كيف تقرأ مغربيا شعبيا؟ لا مغربيا، لا. كيف يعني كيف تفهم، كيف تسوق للشارع المغربي هكذا حالة؟ للإنصاف، أكبر خروج في العالم العربي من أجل فلسطين ومن أجل غزة هو في المغرب. أكبر المظاهرات، أكبر الفعاليات، أكبر الاحتجاجات ليست في الأردن، وليست في مصر بطبيعة الحال، ولا في أي دولة مجاورة، ولا في دول الخليج، ولا في الجزائر اللي نظامها يقول مع فلسطين ظالمة ومظلومة، وإنما هو الشعب المغربي. الشعب المغربي في جزءه الأكبر معترض على التطبيع. بعضهم يقول لك نحن ذهبنا إليه ملزمين نتيجة للتهديدات من جنرالات الجزائر، لكن هذا في الحقيقة غير مبرر وغير مقبول. لكن الإشكال كما قلنا في هذا. ولكن عندما نعود إلى بعض إخواننا الإشكالية أين أستاذ محمد؟ هذا لم يعد استثناء في العالم العربي. يعني العلاقة المغربية مع إسرائيل خوفا من الأخ القريب أصبح قاعدة. يعني الآن اللجوء إلى إسرائيل خوفا من إيران أصبح قاعدة طبعا. اللجوء إلى إسرائيل خوفا من جاره الذي يختلف معه على بضع أمتار من الحدود
تعرف العالم العربي كله في عنده إشكالات حدود أو على بئر نفط. أصبح اللجوء إلى الإسرائيل هو الأسرع والأقرب والأضمن له. صحيح، لكن شوف مثلا لما نجول إيران والسعودية والإمارات وخصوماتهم، قد يجد الإنسان لها مبرر، يقول لك والله هناك خلافات طائفية، هناك خلاف طائفي، وهناك طائفتان الشيعة والسنة بين الجزائر والمغاربة. نحن لسنا فقط الشعب الجزائري والشعب المغربي تقريبا كلهم مسلمين في حدود أكثر من 99%، كلهم مالكية، كلهم سنة وكلهم مالكيين. وفي داخل المذهب المالكي هناك علماء يتبعونهم في كلا البلدين، يعني المشترك أمازيغية أيضا، والمشترك